21 من أيار عام 96 في ليلة عاصفة في تورنتو أونتاريو يكتشف حارس أمن جثة مدرجة بالدماء. متحول جنسي يعمل بالدعارة أعدم وترك حتى الموت. عندما نزل أسفل الدرج لم يعلم ما كان سيحدث له حتى استدار وواجه سلاحا وأدرك أنه سيموت. بعد فترة تتبع المحققون أثر قاتل متسلسل محتمل. يرتكب في تورنتو حوالي 60 جريمة قتل، لكن أن ترتكب 3 خلال 24 ساعة هو أمر غير عادي. عاش عمال الشوارع والساكنون في خوف، وكان الذعر كبيرا. بالإضافة إلى الشرطة هناك من يسجل التحريات عن كثب على الأفلام والأوراق والأشرطة. إنهم الشاهد الأول بالنسبة للنيابة العامة. فصول الجريمة المظلمة هذه هو ما التقطته عدساتهم. تورنتو أونتاريو أكبر مدن كندا، وليس مستغربا أنها تعرف بأقدم مهنة في العالم. مثل كل المدن، تجارة الجنس في تورنتو لها أشكال عدة، من وكالات للمرافقات مع واجهات تطل على الشارع وأوقات للدوام، وحتى النساء والرجال والمتحولين جنسيا الذين يبدأ عملهم عند الظلام في زوايا الشوارع والأزقة المظلمة. قد تكون مهنة خطيرة ويسهل استهداف من يعملون فيها. إن تجارة الدعارة نشطة طوال السنة. أظن أنه على كل المستويات فتيات الليل عرضة للخطر، وخاصة اللواتي تعملن في الشوارع مقابل المخدرات أو النقود يوما بعد يوم حتى يعيشن. السبب الرئيسي يعود لنوع عملهن، فهن يضعن أنفسهن في مواقف معرضة للشبهات، حيث يذهبن لمناطق معزولة مع أشخاص لا يعرفونهم. إنها مسألة حظ بطريقة أو بأخرى، فإما أن يذهبن مع شخص ما يريد التمتع مقابل نقوده، أو شخص لديه نوايا سيئة تجاههن يريد الإساءة لهم. أيار عام 96 من الوجوه المعروفة في شوارع تورنتو. شون كيغن وعمره 19 سنة، أصله من مجتمع صغير في الشرق. كان شون كيغن شخصية معروفة، شابا منطلقا وودودا. هرب من منزله عندما كان صغيرا، ولم يكن سرا ما فعله، فقد أخبر عائلته أنه يريد الذهاب إلى المدينة. لقد تنقل من ملجأ إلى آخر، إذا كان معروفا لعدد منا. كان محبوبا جدا ولديه العديد من الأصدقاء في الشوارع. أخبر والديه أنه وجد أخيرا المكان الذي ينتمي إليه، أحب الحرية، ولكن الحرية كانت مكلفة بالنسبة إليه، فليس لديه مهارات كثيرة للعمل. بدأ بجني نقود من العمل في الدعارة في شوارع تورنتو. 21 من أيار نهاية عطلة أسبوعية طويلة. مع أن الأحوال الجوية تنبئ بطقس عاصف ومن دون أصدقاء الشارع، يستعد شون لليلة من العمل. أعطته إحدى صديقاته وشاحا حتى يرتديه، وكان ذا ألوان زاهية حتى يرتديه حول عنقه ويبدو جميلا، هكذا قالت. شون متوتر من العمل وحده، وبحلول الساعة 11 سيواجه أسوأ عواصف تلك السنة. كانت تلك الليلة غير عادية بسبب هطول المطر الغزير على منطقة تورنتو، وكان البرق مذهلا مع بعض الألعاب النارية التي أطلقها الناس احتفالا بيوم الملكة فيكتوريا.
في مكان غير بعيد عنه يقف المتحول الجنسي توماس ويلكنسون، وعمره 31 سنة ومعروف باسم ديانا. لم يعملا يومها، فقد كانت ليلة غير ملائمة للعمل. أظن أنهما خرجا لأنهما يئيسين ويحتاجان النقود. في الوقت نفسه في الطرف الثاني من وسط المدينة تقف امرأة تدعى بريندا لادغات في منطقة معروفة بفتيات الليل. كانت بريندا في 25 من عمرها وتنحدر من أسرة جيدة. يبدو أنها بدأت تصادق أشخاصا سيئين وأصبحت مدمنة على نوع معين من المخدرات، وانتهى بها المطاف بالعمل في الدعارة لتشتري المخدرات. كانت عائلتها محبة، خاصة أمها، إنها سيدة لطيفة جدا. وبغض النظر عن الاتجاه الذي سلكته بريندا في حياتها، بقيت أمها قريبة منها وظلت تحبها. 11:10 مساء، بينما المطر يهطل والرعد والألعاب النارية تملأ السماء، يقترب زبون من بريندا. كانت تقف على زاوية الشارع، وكان عليها الركوب في سيارته، وعندما تفعل ذلك تصبح زمام الأمور في قبضته. عندما ركبت السيارة لم تكن لديها أدنى فكرة عما سيحدث. 11:50 في مكان غير بعيد يمضي سكان المنطقة عطلة الأسبوع الطويلة في إحدى ناطحات السحاب. كان هناك 3 أشخاص في الشقة يزورون صديقا لهم، وقد سمعوا صوت الألعاب النارية وأمورا مختلفة، ومن بينها سمعوا صوت صراخ وجدال. قررت إحداهن التحقق من الأمر. كانت الشاهدة في شرفتها ونظرت إلى هناك ورأت سيارة حمراء اللون وكانت شاحنة. وعندما غادرت الشاحنة رأت ما يشبه الجثة على الأرض. نزلوا بسرعة إلى موقف السيارات في الأسفل، وهناك وجدوا بريندا لادغات ميتة وغارقة في دمها. علم صحفي الجرائم والمصور جيم رانكن بهذا من شاشة الشرطة. كانت تلك الليلة كئيبة جدا بسبب المطر والظلام. أبقيت وسائل الإعلام على بعد 30 أو 40 مترا من مكان الجثة، وكان هناك سيارة شرطة ومصابيحها مشعلة وتنير الجدار. كانت مستلقية ووجهها نحو الأعلى تنظر إلى السماء. هكذا وجدوها. الصورة الوحيدة التي التقطتها ليلتها كانت مذهلة، وقد ذكرتني بتلك اللحظة عندما كان الشرطي يقف قرب الجثة ويحمل مصباحا يدويا، وكانت الشاحنة تقف أمامها حتى لا نرى، ولكن الأمر مفهوم. سرعان ما وصل المحقق جيمس رامر إلى مسرح الجريمة بحثا عن أدلة لسبب الوفاة. حينها لم نعلم ما حدث. كان الأمر عنيفا، فقد ظهرت عدة إصابات في منطقة الرأس، وكان هناك الكثير من الدم. نقلت جثة بريندا للتشريح، وبسبب الطقس استحال العثور على أثر لإطارات السيارة أو بصمات أو أي أدلة أخرى في مسرح الجريمة. كان المطر يهطل بغزارة، وقد دمر أي دليل محتمل من ذلك النوع. في ظروف كهذه كل ما لدى المحققين لينطلقوا منه هو ذاكرة الشهود. كانوا متوترين جدا لكن هادئين، وقد تمالكوا أنفسهم، وكانوا يتوقون لمساعدتنا والإفصاح عن أي معلومات لديهم. ولكن عندما تحدثوا عن مواصفات الشاحنة الحمراء كان الحصول على معلومات تتعلق بطرازها صعبا. الشاهدة نفسها لا تعرف الاختلاف بين أنواع السيارات، ولم تعرف من أي نوع كانت الشاحنة. ومما ينذر بالسوء أيضا وجود جريمة أخرى بث خبرها عبر راديو الشرطة. بعد العثور على جثة بريندا بوقت قصير سمع مستأجرون في مبنى آخر صوتا عند بيت السلالم المكشوف،
والذي يؤدي إلى مواقف السيارات تحت الأرض. سمعوا صوت إطلاق نار يختلف عن صوت الألعاب النارية والمفرقعات التي كان الناس يطلقونها حينها. سمعوا صوت العديد من الطلقات ورأوا هيئة رجل في الظلام قادما من بيت السلالم. كان هناك حارس أمن حينها، وذهب كلاهما إلى بيت السلالم ليتحققا مما حدث. داخل بيت السلالم تعثر بجثة تشون كيغن، وكما هو واضح أطلق النار على رأسه. ليس غريبا أن تكون في تلك المناوبة وتحدث جريمة قتل، ولكن الغريب حدوث اثنتين خلال وقت قصير. إذا أول ما يخطر في بالك أهناك علاقة بين الجريمتين؟ الجثة الثالثة ستحول الليلة إلى أكثر الليالي دموية في التاريخ الحديث. إذا ما تم الربط بينها فقد يكون هناك قاتل متسلسل طليق في تورنتو. 21 من أيار عام 96 وسط مدينة تورنتو قتلت فتاتا ليل بوحشية في غضون ساعة. بينما الشرطة تصارع العناصر الموجودة في الموقف الذي قتلت فيه بريندا، يتم نقل المتحول الجنسي تشون كيغن من بيت مكشوف للسلالم في الطرف الثاني من المدينة. وصل الخبير الشرعي ديف ويلاند وشريكه إلى مسرح الجريمة الثانية. لم أكن أعلم حينها إذا كان هذا قاتلا متسلسلا أو إذا كانت هناك علاقة بين الجريمتين. هناك طريق واحدة إلى مستوى الأرض، لذا تمكنا من رؤية بيت السلالم الذي يختفي في الأرض. كان الظلام دامسا والمطر ينهمر بغزارة، وهذا من أكبر التحديات التي واجهتهم للسيطرة على مسرح الجريمة. نصب قماش مشمع فوق بيت السلالم قبل أن يتحرك الفريق إليه بحثا عن أدلة محتملة. عندما وصلت إلى الطابق الثاني من بيت السلالم عند الناصية، أول ما رأيته كان الكثير من الدم. عندما أسير في أي مسرح للجريمة أصوره، هذا ما دربت عليه. أحاول إطلاع المحلفين والقاضي على منظره بالتحديد عندما وصلت إليه وما جمعته وفعلته. كما في مسرح جريمة بريندا لادغات، دمر المطر أي أمل في الحصول على بصمات. لم نعلم الكثير عما حدث في مسرح الجريمة. حينها من الممكن أن يكون معتدٍ من نوع ما أو لص مخدرات. توصل البحث المضني أخيراً إلى دليل مهم. الأمر الوحيد الذي كان في مكانه ولم ألتقطه بعد هو مظلة الضحية. التقطتها وأخرجت كل الدم المتبقي فيها ووضعتها في وعاء وأغلقتها وحملتها معي. عثر على شظية رصاصة في الموقع نفسه. كانت مغلقة بالدم المتجمد. كل ما خطر في بالي أنها كانت داخل المظلة، لأنها لم تكن هناك قبل أن ألتقطها. أخذت عينة للتحليل، واستجوب رجلا الشرطة اللذين سمعا صوت طلقات نارية ورأيا هيئة رجل وهو ينزل بيت السلالم. شاهدوه في الظلام، لذا لا يمكنهم المساعدة في رسم تصويري له. حينما بدأت الشرطة تشك فيما إذا هناك علاقة بين الجريمتين، أخذت التحريات منحا مثيرا للاشمئزاز. على بعد مئات الأمتار من بيت السلالم الذي قتل فيه تشون كيغن، مع بزوغ الفجر ظهرت جثة جديدة منقوعة بالمياه والدم. المتحول الجنسي توماس ويلكنسون وعمره 31 سنة ميت في حديقة خلفية. يبدو أنه هو الآخر تعرض للضرب المبرح أو أطلق النار على رأسه. كان معزولا، فالمنطقة لا يوجد فيها ازدحام مروري ولا يمشي أحد هناك، لذا ربما القاتل أخذ وقته عندما قتله. غسل المطر كل بصمات الأقدام باستثناء اثنتين، إحداهما لحذاء ركض يطابق حذاء السيد ويلكنسون، ويبدو أن الأخرى لجزمة نعلها قاس ومطاطي، وبدا حذاء رجاليا من قياسه وطريقة تصميمه. والجثة مغطاة بمظلة بلاستيكية شفافة كان يحملها معه عندما تعرض لإطلاق النار.
لا إشارات على أي صراع، ولم نحصل من مسرح الجريمة إلا على بصمة القدم. بينما الشرطة تمشط مسرح الجريمة وتتفحص الحي، علمت عائلات الضحايا الثلاث بالاعتداءات المروعة. وفي الوقت نفسه انتشر الخبر في أرجاء تورنتو. بسبب هذا بدأوا يتحدثون عن علاقة بين الجرائم، فالعثور على جثتين في الليلة نفسها والثالثة بعد 9 ساعات، وكلهم يعملون كفتيات ليل. لا يحتاج الأمر إلى عبقري ليفهم الأمور، أظن أنها مترابطة. ولكن بالنسبة للشرطة لا يوجد دليل مباشر يربط الجرائم حتى الآن، في حين أن التشابه بين جثتي تشون كيغن وتوماس ويلكنسون قد يبين وجود علاقة. فلدى الشرطة الكثير من الأسئلة وأجوبة قليلة عن دافع محتمل. هل حدثت إحدى الجرائم حتى يتم العثور على الأخرى، وبسبب ذلك انتهى به الأمر بقتل من وجد، أو بسبب الشبه في المهنة، فيما إذا كان القاتل شخصا يستهدف فتيات الليل المتحولات في المنطقة أم لا، لم نكن نعلم. أمل المحققون أن يسلط العمل المخبري الضوء على الجرائم. خضعت شظية الرصاصة إلى فحص دقيق في مركز تورنتو للعلم الشرعي، وفي الوقت نفسه تم تشريح الجثث الثلاث. يبدأ التشريح بوصول الضحية في كيس الموت المغلق، وأقوم بتصوير الجثة بنفسي. أفضل النظر إلى الموضوع كتجربة تعليمية. كم من معلومات أستطيع الحصول عليها؟ علي طرح العديد من الأسئلة. لاحقا في اليوم نفسه تأكدت أسوأ مخاوف المحققين. أثبت التشريح أن الضحايا الثلاثة تعرضوا لإطلاق النار من مدى قصير من المسدس نفسه، وهو من عيار 357. اتضح لنا أن جميع الضحايا أطلق عليهم النار بأسلوب الإعدام، وهو طلقات في الرأس، وأن أحدهم أراد القتل. تعلم الشرطة الآن أنها تتعامل مع مشبوه واحد، قاتل خطير قام على الأرجح بالتخطيط للاعتداء، مستغلا الرعد والألعاب النارية لتمويه طلقات المسدس. أخبار القاتل المتسلسل الطليق صدمت المدينة. لا تحب الشرطة استخدام هذا المصطلح إلا إذا اضطرت لذلك. عندما تبدأ بسرد المعلومات وتصرح أن هناك شخصا ما طليقا يقتل الناس، هذا يضيف بعدا جديدا إلى القصة، والحقيقة سيشعر الناس بالذعر. وأكثر من صدم بالأمر العاملون بالدعارة وسط تورنتو. عقد مؤتمرا صحفيا في مركز المدينة في شارع الكنيسة، خاطب فيه من يعملون في الشوارع، وكان الجو مشحونا عندما أخبرونا بواقع ما حدث، وانتشر الذعر في الشوارع. مع وجود القليل حتى ينطلقوا منه، ركزت الشرطة على شخص واحد يمكنه أن يسبر أغوار القضية: الشاهدة من مسرح جريمة بريندا لادغات التي لمحت شاحنة القاتل. قمنا بإحضار العديد من الصور لأنواع مشابهة لتلك السيارة، والتي وصفتها لنا في محاولة لمعرفة نوع تلك السيارة. لم تشعر أن أي من هذه الصور تشبه تلك الشاحنة. في خطوة نادرة جلب المحققون منوما مغناطيسيا ورسام الشرطة في محاولة لإثارة ذاكرة هذه المرأة. وافقت المرأة على التنويم المغناطيسي لنتمكن من تعزيز مواصفاتها للسيارة، وربما الحصول على أرقام للوحة السيارة. مع أنهم لم يسترجعوا أي من أرقام لوحة السيارة، ظهرت صورة أوضح للشاحنة. قالت المرأة إن هناك ضوءا أعلى الشاحنة يبدو مثل ضوء سيارة الأجرة. كان وصفا دقيقا، لكن لم يطابق حقا أي من الشاحنات التي نعرفها. لذا تناقشنا مطولا حول التصريح بهذا للصحافة. عندما تصرح الشرطة بذلك للعامة، ستحصل على أكبر الأدلة حتى ذلك الوقت،
وسيقربها هذا كثيرا من حل جرائم القتل الثلاث المروعة. 24 من أيار عام 96 مرت 3 أيام على قتل 3 فتيات ليل في تورنتو. بسبب أسلوب الإعدام المتبع في إطلاق النار والمهنة المشتركة التي تجمع بين الضحايا، يشعر المحققون أن المشبوه به قد يظن نفسه في مهمة، ويعتقد أنه سيهاجم مجددا. ويؤمل آنئذ أن شهادة المرأة بالنسبة لشاحنته ستوصل المحققين إلى أدلة، لذا أطلعوا الرأي العام على نتائج البحث. في أحد المؤتمرات الصحفية وبعد حصولهم على وصف جيد للشاحنة، نشرت الشرطة رسما تصويريا لها. كان الرسم مميزا جدا. وصفت الشاحنة أن هيكلها ضيق وأنوارها الأمامية مربعة، وأكثر ما يحير فيها أنه في أعلاها ضوء أشبه بضوء سيارة أجرة لونه زهري. نشر الرسم التصويري، وتواجدت الشرطة بشكل دائم في الأحياء التي تعمل فيها فتيات الليل. تم تطبيق الجميع حينها، فالذين يعيشون في الشوارع والعاملون في الدعارة وغيرهم يشعرون بالخوف الآن من شخص ما يترصدهم. كانت هناك العديد من دوريات الشرطة، خاصة في الأماكن التي تمارس فيها الدعارة، وكانت سيارات الشرطة تتوقف بجانب فتيات الليل وتطلب منهن الحذر وألا يذهبن إلى الأماكن المعزولة مع الزبائن. نذير الشؤم الأكبر أن أغلب فتيات الليل قلن إن الشاحنة في الرسم معروفة لهن. هذا يعني أنه كان هناك لفترة من الزمن، وهذا أخاف الكثيرين منهن، فهن يعلمن أن هذا الشخص كان يترصد بهن ويخطط. بينما يتتبع بعض المحققين الأدلة في الشوارع، بحث آخرون في قاعدة البيانات عن معتدين جنسيين، ودققوا في قوائم الزبائن الخطيرين حضرتها فتيات الليل لحماية أنفسهن. احتفظوا بكتيبات تحتوي على أسماء الأولاد الأشقياء كما يسمونهم، وفيها ألوان تدل على درجة الخطورة، وتتراوح من السيء إلى الخطير فيما يتعلق بالعنف. وظننت أن الشرطة تبحث عن الشخص نفسه أيضا. هل كان هذا الرجل هناك من قبل؟ هل لوحة أرقام سيارته مدونة في الكتيبات؟ 26 من أيار مرت أكثر من 5 أيام على جرائم القتل. بينما حصلوا من الشارع على أدلة قليلة، فقد استرعى الرسم التصويري انتباه أحد سكان تورنتو. رجل شكوكه كانت تزداد يوما بعد يوم. تحدث الرجل مع محام أخيرا، والذي اتصل بدوره بالسلطات. اتصل المحامي مباشرة بمركز الشرطة، وقد تناقشت مع هذا المحامي، فأخبرني أن لديه عميلا، وأن هذا العميل لديه معلومات عن الشخص المسؤول عن قتل فتيات الليل الثلاث. وافق الشاهد على مقابلة الشرطة. كان شخصا لطيفا جدا ومتواضعا، إنه مواطن مسؤول وقلق. ادعى أنه في ليلة حدوث الجرائم زاره صديق له يدعى مارشيلو بالما بشكل مفاجئ بعد منتصف الليل. كان مارشيلو البالغ من العمر 30 عاما، ويملك محلا لإصلاح المكيفات غارقا بالمياه، وبدا متوترا. كان للسيد بالما عمله الخاص ومنزله الخاص، متزوج ولديه طفل، ولا أحد من الشرطة في تلك المرحلة يعلم من هو السيد بالما، ولا شيء يدل على أنه معتد أو ما شابه. ولكن وفقا للشاهد طلب مارشيلو منه معروفا غريبا. ترك له رزمة حتى يخبئها له، وفيها مسدس وسكين وبعض ذخيرة الحية. بعد بضعة أيام قابل السيد بالما ثانية. قال له السيد بالما إن عليه التخلص من الرصاصات في الرزمة، وهذا ما زاد من شكوكه أكثر. أعطى هذا الصديق الرزمة لأخي السيد بالما، وأخبره أنه لا يريد أي علاقة بالأمر. مع نشر الرسم التصويري للسيارة بين العامة، تأكدت شكوك الشاهد.
فصديقه مارشيلو بالما لا يملك شاحنة حمراء فحسب، فقد شاهده يقوم بتغييرات فيها بعد جرائم القتل. حاول نزع الضوء من أعلى سيارة الأجرة. إنه ليس بأمر تقوم به عادة، يجب فعل ذلك بأمر من القانون. فلما فعل ذلك؟ حالما تعرفنا على مارشيلو بالما تحركت التحريات بسرعة كبيرة، فقد كانت من أهم أولوياتنا تعقبه والعثور عليه. حددنا 3 مواقع محتملة لوجود السيد بالما. حينها أرسلنا 3 فرق من الشرطة إلى تلك المواقع، ليس من أجل اعتقال السيد بالما ولكن لمراقبته. عندما لاحظت الشرطة شاحنة مارشيلو الحمراء أمام مقر عمله في تصليح المكيفات، لم تظهر أي دلالات للرجل، ومضت الساعات دون أي تحرك. لم نتمكن من رؤيته، كان لدينا فرق مراقبة في عدة مواقع ولم نعثر عليه. يبدو أن مارشيلو بالما اختفى عندما تحدثت الشرطة أخيراً مع أصدقائه وعائلته. علموا أن أحداً لم يشاهده منذ يومين. كان اختفاؤه يؤكد أنهم يسيرون على الدرب الصحيح، ونقلوا البحث إلى صعيد وطني. كنا قلقين من أن السيد بالما قد يقتل شخصاً جديداً. كل الدلالات تشير إلى أنه قتل 3 أشخاص وأنه هارب الآن. في 29 من أيار عام 96 أصدرت مذكرة اعتقال قومية بحق مارشيلو بالما. أول مرة شاهدت فيها صورة مارشيلو بالما كانت على الصفحة الأولى من جريدتنا. كانت صورة محببة وكبيرة وملونة، وكان يبتسم فيها وبدا شابا لطيفا. لم يبدو كرجل يقود شاحنة حمراء ويعدم فتيات الليل. قد تتفاجؤون أحيانا كيف يظهر الأشخاص العنيفون بطريقة لطيفة، وكيف أن البشوشين ليسوا أحيانا سوى مجرمين. السؤال هو إلى أين ذهب؟ في 30 من أيار أصدرت مذكرة قومية بحق مارشيلو بالما. مع أن كل المظاهر تدل على أنه صاحب عمل ناجح دون أي سجل جنائي سابق، فإن الشرطة تظن بأنه هو الرجل العنيف الذي أطلق النار على 3 فتيات ليل من مدى قريب بمسدس قوي. لقد اعتبر رجلا مسلحا وخطيرا وقادرا على الاعتداء ثانية. كانت الصحافة جيدة جدا في إبقاء التحقيق جاريا وماثلا أمام سكان تورنتو وكل كندا أيضا، وخاصة عندما كنا نبحث عنه. بعد فترة من نشر الأمر وصلت معلومة عن احتمال رؤيته في كيبيك، وسمعت إشاعات متناقضة عن نوايا المشبوه. بطريقة ما علموا أنه في طريقه إلى مونتريال، وشوهد في مونتريال، وفي الوقت الذي أبلغ عن رؤيته اختفى ثانية. وصلتنا معلومات من مصادر متعددة أنه قادم وأنه ليس خطيرا، وأنه غادر مونتريال، وبلغ أشخاص آخرون أنه خارج عن السيطرة كباتش كاسيدي وطفل سوندانس. لم نعلم مع ماذا نتعامل. أثناء ذلك كانت حياة مارشيلو بالما في تورنتو تحت المراقبة الدقيقة، بينما الشرطة تبحث عن أدلة. حصلنا على 3 مذكرات تفتيش، ولدينا سيارة علينا أن نفتشها، لكن كل موقع من هذه المواقع يحتاج إلى فريق منفصل حتى يقوم بجمع الأدلة الملموسة. يجب تصويره وجمع كل القطع التي ربما تكون مهمة. اتجه فريق إلى منزله المشبوه، وآخر إلى منزل والديه، وفريق آخر إلى مقر عمله. بمرور الوقت كانت القضية ضد هذا الهارب تصبح أقوى. في خزنة للأسلحة عثرت الشرطة على مسدس من عيار 357. كان بالفعل من النوع والعيار نفسه الذي نبحث عنه. على نحو مثير للشبهات، كانت ماسورة السلاح قد غيرت. في كل الأسلحة النارية هناك شقوق داخل الماسورة.
هذه الشقوق تعطي الرصاصات علامات مميزة عند إطلاقها. كل الشقوق داخل الماسورة كانت قد أزيلت، لذا فإن الطلقات التي أخذت من جثة السيد كيغان والسيد ويلكنسون وبريندا لادغات لا يمكن مطابقتها مع هذا السلاح، وهذا يظهر عقلا يشعر بالذنب ويعمل عن قصد للتخلص من الدليل. كما أن الشاحنة الحمراء التي فتحت القضية بداية فيها أدلة مهمة أيضا، ففيها قصاصة ورق مسجل عليها رقم هاتف وعنوان المبنى الذي عثر فيه على جثة جون كيغان. كما هو واضح، رقم الهاتف هو لمتحول جنسي يعمل في الدعارة، وكان السيد بالما قد اتصل به. لقد اتصل بهذه الفئة من الناس. لا أعلم إذا كان قد اتصل مع هؤلاء الضحايا بالتحديد، ولكنه اتصل بأشخاص يعملون في الدعارة بالتأكيد. ومما يثير الشبهات أكثر، كشفت التحريات المكثفة علاقة وراثية مباشرة بأحد الضحايا. نظف الجزء الأمامي من السيارة جيدا، وعثر على نقطة صغيرة من الدم تحت حزام الراكب الأمامي. تم تحليل الحمض الوراثي لعينة الدم. بينما شرطة تورنتو تحاول بناء قضية، ما زال البحث عن المشبوه مستمرا عبر الدولة. بالإضافة إلى المواقع المحتملة لظهوره، بحث المحققون عن آثار أخرى لتحركاته. كنا نراقب كل الطرق التي يمكن أن يتبعها ليحصل على النقود، كالبطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، أو إذا أمكنه الاتصال بأحد من أقاربه أو ما شابه. الأول من حزيران عام 96، بعد 6 أيام على هروبه من تورنتو، تحصل الشرطة أخيراً على أدلة بأمس الحاجة لها. في هاليفاكس نوفا سكوتشيا حجز نزيل غرفة في فندق مترف ودفع باستخدام بطاقة ائتمانية، وهذا الزبون هو مارشيلو بالما. انتبهوا إلى ما حدث في هاليفاكس، سجل الغرفة باسمه واستخدم بطاقته الائتمانية. محققو الجرائم في تورنتو أحيطوا علما بالأمر بسرعة. لم تكن تلك خطوة ذكية منه إن كانت نواياه ألا يلقى القبض عليه، ولكنني اتصلت بشرطة هاليفاكس وتحدثت مع المسؤول هناك ووضحت له موقفنا ومن هو بالما ولما هو مطلوب. بسبب طبيعة جريمة بالما كانوا قلقين كثيرا، لذا تواصلت شرطة هاليفاكس مع الأمر حينها في محاولة لتقفي أثر بالما. 3 مساء وصل عناصر من الشرطة يرتدون دروعا واقية من الرصاص ولباسا رسميا إلى الفندق المذكور. بعد إجراءات أمنية قصيرة رافقوا خلالها بهدوء نسلاء آخرين في الطابق الثالث. أخذ الغرف لحماية الناس في حال لم يوافق على تسليم نفسه سلميا. لقد تحدثوا إلى عاملة النظافة التي قالت إن هذا الرجل تصرف بطريقة غريبة جدا أمامها، لم يهددها أو ما شابه، ولكنه بدا محتاجا جدا. أخليت جميع الغرف المجاورة لغرفته، ولدينا عناصر من الشرطة ينتظرونه في الغرفتين اللتين تقعان على طرفي غرفته. بعد لحظات بدأت الشرطة تحركاتها واقتحموا الغرفة بحثا عنه، وخرجوا خالي الوفاض. لم يعثر عليه داخل غرفته. 6:30 مساء واصلت الشرطة الانتظار في غرفة بالما حتى عودته. في مرحلة ما مر أحدهم بالقرب من الباب ولكنه لم يدخل، ثم رن الهاتف ولكن الشرطة لم تسمع صوتا، بل تنفس أحدهم وراء الباب. شعر عناصر الشرطة أن بالما تنبه لوجودهم. عندما رن الهاتف مجددا كان المتصل أحد حراس الأمن في نهاية الممر يقول إن مارشيلو شوهد وهو يغادر الفندق للتو. 6:54 مساء بدأت الشرطة تقتنع أن العملية كشفت، لذا بدأوا بالتجمع خارجا. كان السيد بالما داخل الفندق، ثم شاهده أحد حراس الأمن يغادر متجها نحو الممشى الخشبي. أبلغ عناصر الشرطة في الفندق المركز الذي أرسل عددا من رجال الشرطة إلى الواجهة البحرية
حيث شوهد رجل تطابق مواصفاته مواصفات السيد بالما يجلس عند السياج. عندما حاولوا إيقافه ليعلموا ما إذا كان هو حقا أم لا، ابتعد أكثر باتجاه الرصيف. لقد لاحظ وجود الشرطة وبدأ يتوتر ومشى مبتعدا. عندما حاصروه حاول الرجل التملص ورفض قول اسمه، ولكن لأنه لا مجال أمامه للهرب ألقي القبض أخيرا على المشتبه به الرئيسي في 3 جرائم قتل. بعد مطاردة في أرجاء الدولة قبض على مارشيلو بالما. عثرت الشرطة على بعض الذخيرة الحية في جيبه ومفتاح لغرفة في فندق في الطرف الثاني من المدينة. كان رقيب فيليب ماكدونالد من بين المحققين الذين تفحصوا الموقع الثاني. حصلنا على مذكرة لتفتيش غرفة رقم 7 في فندق بيد أند بريكفاست. وعثرنا بين السرير والفراش على بندقية عيار 357 في كيس قمامة لونه أخضر، كانت معبأة برصاصة واحدة. ما زلت أتساءل لحد الآن عما كان يخطط لفعله، لأنه لم يكن هنا حتى يخبئ البندقية فحسب. كان مع مارشيلو بالما أيضا كتب للقراءة وأشرطة. كان في حوزته حينها كتابين، من دون ضمير والعالم المربك للمضطربين عقليا بيننا. ما تم اكتشافه يثير القشعريرة، فكان القاتل على الأرجح يستعد لمستقبله وتعامله مع القانون، لأن لديه كتبا عن علم النفس الشذوذية. كان يقرأ عن كيفية تفسير نفسية الأشخاص. هل كان يدبر للهروب من أمر ما؟ مع أنه في قبضة الشرطة الآن بسبب 3 جرائم قتل، إلا أن مارشيلو بالما سيترافع أنه غير مذنب بسبب الجنون، موضوع كان يقرأ عنه. إذا نجح في ذلك قد يتجنب السجن نهائيا، مع أنه ارتكب أخطر جرائم تورنتو. الثالث من حزيران عام 96 تستعد الشرطة لنقل مارشيلو بالما ذي 30 عاما من هاليفاكس نوفا سكوتشيا إلى تورنتو أونتاريو، حيث سيواجه تهما بقتل 3 فتيات ليل. كان المحقق الجنائي جيمس رامر أحد المحققين الذين رافقوا المشبوه به في رحلة تجارية عادية. غالبا يركب على متن الطائرة أولا، ثم يرافق إلى المؤخرة حيث يقيد ويوضع تحت الحراسة. في الواقع أغلب الركاب لم يعلموا أنه كان هناك. كان هادئا ومؤدبا جدا. أظن أن أفضل طريقة لوصفه هو أنه كان يتصرف بطريقة تستبعد فيها أنه من النوع الذي يرتكب جرائم قتل. في تورنتو انتشرت أخبار الاعتقال، ما خفف التوتر في أرجاء المدينة، خاصة في الأحياء التي خشيت فتيات الليل على حياتهن فيها. لقد تنفس السعداء، ولا بد أن المجتمع كله فعل ذلك أيضا. في 21 من مايو أيار قتل، ألقي القبض عليه أول حزيران يونيو في هاليفاكس. إنجاز مذهل. فخلال وقت قصير كانت لديهم 3 جرائم قتل مجهولة، وقيدوا القاتل. بعد اعتقال مارشيلو دعمت الشرطة الدليل الذي بحوزتهم، وهو الأمر الوحيد الذي أكد عبر اختبارات الحمض الوراثي. نقطة الدم الصغيرة التي وجدت داخل الشاحنة كانت للضحية بريندا لادغات. بينما الدليل الملموس يربط المشبوه بالجرائم، ما زالت القضية ضد مارشيلو بالما مفتوحة ولم تغلق بعد، فحالته النفسية وقت حدوث الجرائم ستصبح قضية رئيسية. أظن أنه بقي غامضا حتى وقت المحاكمة. ماذا كان دافعه وكيف كانت حياته؟ كان متزوجا ولديه طفل صغير. ما الذي حدث في عقله وأدى إلى خروجه ليلا يقتل 3 أشخاص ويطلق النار على رؤوسهم؟ الجريمة فيها عامل جنسي أيضا. كان الأمر غامضا ككل. نيسان عام 99 في
في محكمة تورنتو في جلسة استماع يرأسها القاضي وحده، ترافع مارشيلو بالما أنه غير مذنب بسبب الجنون. لقد اعترف بالقتل ولكنه يرفض أي مسؤولية جنائية. كانت فحوى مرافعته أنه مجنون. لم أكن على سجيتي، لذا لا يجب أن أكون مذنبا لارتكاب الجرائم. لقد ظهر يوميا بالملابس نفسها، بزة إيطالية نظيفة وشعره ممشط. أعني أنه كان يبدو نظيفا جدا، ولكن فيه تعجرف أيضا، ولم يبدي أي ندم. كان واثقا من أنه سيتغلب على هذا بطريقة ما. حظيت المحاكمة بتغطية إعلامية كثيفة، وبدأت العديد من أجزاء الأحجية تلك توضع في مكانها. ظهرت قصة رجل مضطرب، فزوجته شهدت بأن تصرفاته أصبحت غريبة وقت ارتكاب الجرائم، بالإضافة إلى أن عشيقته التي كان يتردد عليها حينها شهدت أيضا. لقد ساعدتا في تصويره كقنبلة موقوتة. كان متقلبا، فبالنسبة لكثيرين بدا كرجل عادي، وبالنسبة للقريبين منه كانت لديه شخصية مختلفة أحيانا. ومن عائلته ظهرت قصص أخرى أيضا عن حدته ونوبات الغضب وعن انفصام شخصيته. هدد بالانتحار مرات عديدة مع زوجته كجزء من طبيعته المتحكمة. عرفت كذبه بشأن وجود عشيقته أو علاقته مع فتيات الليل. كان ينزعج كثيرا لدرجة أنه صوب مسدسا نحوها في إحدى المرات، كما صوب المسدس نحو نفسه في حادثة أخرى مهددا بالانتحار، في حين شهد أطباء نفسيون أن هذا كله جزء من لعبة للسيطرة يقوم بها. كشف النقاب أيضا أنه قبل 5 سنوات من جرائم القتل طلب مارشيلو مساعدة من طبيب نفسي، وعبر الجلسات كشف عن كرهه للأشخاص الذين كان مجبرا للذهاب إليهم ليلا. اختار متحولين جنسيين وفتيات ليل. شهد طبيبه النفسي أنه لقب هذه الفئة بالحثالة. كرههم، لكنه وجد معهم. والمربك أكثر أنه باح بأمر أحلامه عن جرائم القتل، هذه الأحلام التي لم تأخذ أهمية من قبل. بالنسبة للدفاع، فإن تدهور زواج بالما بالإضافة إلى جداله مع عشيقته أدى إلى تحطمه. ادعوا أن مارشيلو بالما عند حدوث الجرائم لم يعلم ما يفعله، ولكن واجههما الادعاء أنها تدل على أنها حدثت بقصد. فلم يتحدث بالما عن قتل فتيات الليل فحسب، أو كما قال تخليص الشوارع من الحثالة، ولكنه خرج ليلة 21 من أيار حيث كان الجو عاصفا ويصلح لإخفاء صوت الطلقات النارية. تم رفضه تلك الليلة، وخرج إلى الشوارع وقرر الانتقام من الأشخاص الذين يكرههم. ورغم مقته الشديد لهن إلا أنه ذهب إليهن. وهذا فيه نوع من جلد الذات كما أظن، فقد ذهب إلى الشارع واختار فتاة ليل ليبدأ القتل. لذا ترك بريندا في موقف للسيارات، وترك شون كيغان في أسفل بيت السلالم، وترك توم ويلكنسون واسمه المستعار ديانا ملقا على الحصى في زقاق بالقرب من فندق بيد أند بريكفاست. نيسان عام 2001، بعد 2 من جلسات الاستماع، أصدر القاضي حكمه أخيرا. رفض التماس مارشيلو بالما بالجنون، ووجده مذنبا في الجرائم ال3 من الدرجة الأولى. حكم فورا على مارشيلو بالما بالسجن مدى الحياة دون أي إطلاق سراح مشروط لمدة 25 عاما. وضعت المحاكمة النهاية بالنسبة لكثيرين عندما أغلق الباب ووضع مارشيلو بالما في الزنزانة. ارتاح. واليوم يقبع مارشيلو بالما خلف القضبان في سجن فائق الحماية وسط كندا. بالنسبة للذين عرفوا ضحاياه،
والذين ما زالوا يعملون في شوارع تورنتو، فلا عدل كاف لمحو الآثار المدمرة لجرائم القتل الثلاث المروعة. كانوا في مقتبل العمر، ورغم صعوبة حياتهم هناك أشخاص اهتموا لأمرهم وأشخاص يحبونهم. علمت عملية شفاء كثيرين ممن يعملون في الشوارع أن يكونوا أكثر حذراً وينتبهوا لأنفسهم أكثر. في مكان ما في اللاوعي لديهن هناك شيء يقول لهن: لا تذهبي إلى الزقاق المظلم، أو تأكدي من هذا الرجل في تلك السيارة أكثر. ما زال هناك خوف دائم على فتيات الليل، وهناك جرائم قتل لم تغلق بعد، ضحاياها فتيات ليل. في هذه الجرائم عثروا على القاتل، ولكن ما زالت جرائم عديدة لم تحل بعد، والقتلة طلقاء.